ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب، وندعي لأمواتنا بالرحمة ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة ملء السماوات والأرض وما بينها وما حولها. اللهم ارحم أبي وموتى المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، مية على النار بتغلي. شوف عملنا الفراخ الجميلة بتاعتنا دي ازاي. حطينا فيها ورق لورا، فلفل اسود، حبهان، ده فص توم عشان احنا ما عندناش توم بودر ولا بصل بودر. حطينا بقى بدلهم بصلايه فريش وفص توم فريش. وحطينا بقى التوابل، كل التوابل اللي انت تحبيها معاكي حطيها، المنكهات اللي انت تحبيها حطيها. ده كان عندي نص فرخه متبلاه من قبلها بيوم، ورحت حطها عليهم معاهم وكانوا متبلين من بالليل. ميه غليت، حطيت التوابل وحطيتي ورق اللورا والبصلايه والتوابل بتاعتك وفص التوم المهروس. نزلت الفراخ بتاعتك، طبعا غسلها غسلة حلوة بالملح والخل والليمون عشان ما يبقى لهاش اي ريحة زفارة. اول ما غليت بدأنا كده مع بعض كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين بنشيل اي ريم فيها. انا ما كانش عندي بابريكا، البابريكا بتخلي ميتها حمرا وطعمها جميل بصراحة، بس ما كانش عندي بابريكا. يلا نسيبها تاخد وقتها على النار لحد ما تستوي، ونروح نحضر الكفر بتاعنا. كوبايتين 2 دقيق، وده دقيق ذرة، حطينا 3 معالق دقيق ذرة، وفيجيتار حطينا 3 معالق فيجيتار. والتوابل اللي احنا حطيناها في الشوربة قسمناها نصين، نص في الشوربة والنص التاني حطيناه على الدقيق. طبعا الدقيق بتاعنا حطينا له، زودنا له نص معلقة ملح تاني عشان طبعا يعني نطعم الدقيق بتاعنا بالملح. كده الفراخ بتاعتنا خلاص مفيش اي ريمة فيها ولا اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. والله لو معايا تشموا ريحة بتاعتها، ريحة الشوربة تحفة. انا الشوربة بتاعت الفراخ البيضة دي ما بستعملهاش في اي حاجة، بس ما كانش عندي شوربة بقى عشان ازود بيها القنبلة بتاعتنا اللي انا ما بستغناش عنها. هتشوفوا دلوقتي احنا عاملين ايه. سبتها بردت شوية، بعد ما بردت جبت شوية الشوربة اللي هم بتوعها، قسمتهم بالنص. هنشوف عملنا ايه بالنص اللي احنا شلناه والنص التاني. حطيت فيها قوالب تلج، وبدأنا نعمل الكفر بتاعنا. دقيق الذرة مش قادرة اقول لكم يا حبايبي بيخلي طعم الفراخ جميلة وتقرمش قرمشة، يعني تخبطيها من الدور السابع تنزلك تاني. تعيدي في الشوربة بالمية المتلجة دي، الشوربة اللي هي بالتلج، تركعي في الكفر وهكذا مرتين لحد ما تبقى بالمنظر ده كده. خلاص حطينا زيت غزير وسبناه سخن زي ما شفتوا كده يا حبايبي، وننزل بيه. نسيت اقول لكم نشا، حاطين دقيق ونشا وفيجيتار، ولما صلي على النبي، ودقيق ذرة. الفيجيتار والنشا والدقيق الذرة مع التوابل بيخليكي تروحي في حتة تانية وتاكلي احلى فراخ مقرمشة في حياتك عمري ما كلتيه. والله انا كلت الفيديو ده عملته امبارح، كلت تاني يوم كان في متبقي فراخ كلتها زي ما تكوني لسه عاملاها حالا من قرمشتها. طلعنا اول دور، حطينا الدور التاني كده. بصوا الله على الجمال. نبدأ بقى واحدة واحدة كده نطلعها. بصوا بصوا الجمال. وهسمعكم زي ما سمعتكم كده في اول الفيديو الصوت بتاع الفراخ عامل ازاي. كده خلاص خلصنا. بوتجازي مبهدل ازاي. الله على جمال الفراخ. بصوا بخبط عليها الصوت طالع عامل ازاي. الله الله الله. يا سيدي يا سيدي على المحشي الجميل بتاعنا. طبعا انا ما اقدرش افوت الاكله دي مع الفراخ مع المحشي. ده بتنجان وكوسه، وده الفلفل الاحمر البلدي بتاعنا، فلفل رومي احمر بلدي. وده طبعا الكرنب عشان حبيبي ما بيحبش الا الكرنب، على ريحته وعلى جماله. بكشفه كده بقى خلاص. حتى طبعا الصينيه دي يا حبايبي عشان ما تخليش الكرنب يتفشكل معاكي، بكشفه كده وبحط له بقى معلقه سمنه كده على الوش، وارجه. هو كده خلاص دخل في السوا. اسيبه بقى يكمل سوا ونروح نعمل حاجه حلوه. اسكت؟ لا ما اسكتش. نعمل حاجه حلوه. عايزين ناكل كيكه يا تيتا النهارده، ناكل كيكه. الكيكه بتاعتنا عايزين ياكلوا بسيسه، قلت لهم لا نعمل كيكه ميكس ما بين الذره وما بين الزيرو. دول 3 كوبايات يا حبايبي، 2 ذره وواحده زيرو. دخلناهم مع بعض وحطينا ذرة ملح، حطينا ذرة كربوناتو.
اللي هي البيكربوناتو يا جماعة، مش البيكنج باودر. البيكربوناتو ذرة ملح، ونص معلقة بيكنج باودر، بيكربوناتو، وربع معلقة ملح. قلبنا المكونات الجافة معانا مع بعضيها، وحطينا في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده 3 بيضات، وكوباية ونص سكر، وفانيليا، ومعلقة خل كبيرة. دي كده كوباية ونص سكر. وجبت بقى برتقانة ابشر القشرة الصفرة بس، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي القشرة الصفرة. ونحط بقى معلقة الخل الكبيرة اللي ما بتخليش اي زفارة، وتخلي الكيك بتاعنا هش وجميل. نزلنا بقى على المكونات الجافة اللي هي اعيدها عليكم تاني: 3 كوبايات دقيق، 2 ذرة، وواحدة بس زيرو. ودي كوباية برتقان عصرتها عشان اكمل بيها العجنة بتاعتي. اعيد عليكم تاني كده المقادير يا حبيبي. لازم يكون الزيت بتاعكم والجودة بتاعته حلوة. زيت اللي هو عباد، حطيت 3/4 كوباية زيت. مكونات الجافة: 3 دقيق، ربع بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر بحاله، وربع ملح، ونص كربوناتو. كربوناتو يا حبايبي بترفع الدقيق، عشان دي دقيق ذرة، بترفعها، وهوريكم بتبقى عالية ازاي. يعني مادة الرفع عندنا هنا البيكربوناتو والخل، بيديها هشاشة وعلو. بصوا بقت عالية وجميلة ازاي كده في الفرن. اخدت نص ساعة، من نص ساعة ل40 دقيقة. يلا نروح نغرف المحشي الجميل بتاعنا. الله على الفلفل وعلى جماله وعلى روايح. ده الكرنب بقى بتاع حبيب العشق، ما بيحبش الا الكرنب. لو انتوا معايا شموا الريحة، على ريحة الكرنب طالعة تحفة. بدب الحلة كده في الأرض عشان نعرف نغرف منها. كله بيتقلقل معانا، والكوسة القمر بتاعتنا والفلفل. الله على الجمال، الله 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 على الجمال. سامعين القرمشة تخبط معانا ازاي؟ غرفنا الأكل بتاعنا كله ورصيناه كده على الترابيزة. طلعت الكيكة، عملت شوية ملوخية بقى. طبعا الملوخية دي يعني لازم تغمسي ملوخية من اللي أنا مخزناها. عملتها في 5 دقايق، والله ما استغرقت ال5 دقايق. طبعا المطبخ بتاعي صغير، بقول ربنا يوسع عليا، وقولوا لي ادعوا لي كده ربنا يوسع عليا. مع الصهد والاكل بص لها فكت في لحظه. وشويه شوربه في الحله تغلي في 5 دقايق، اكون دقلها التومه. وعملتها قوام قوام عشان يلاقوا حاجه يغمسوا، لان هم بيحبوا مع المحشي لا لسان عصفور لا شويه ملوخيه. بصوا الاستاذ احمد والابله بسمله مش صابرين، عمالين مش مستنيين. بصوا الكنتاكي يا جماله يا جماله على الجمال وعلى الحلاوه. طعمها بصراحة تحفة. الفراخ المسلوقة ومتحمرة بالطريقة دي يا حبايبي، يعني عايزة اقول لكم مش يعني جربوها، والله مش هتندموا. طعمها جميل جميل رهيب، مش جميل بس. كده خلاص اتغدينا ولمينا الاكل. وبصي يا بوسي قبل جامد بوسي، قوي يا تيتا، تسلم ايدك، ربنا يخليكي لينا. يلا الفراخ خلصي الفراخ دي كلها. نعملها جامد قوي بجد. تسلم ايدك قوي يا تيتا، متنسوش اللايك والسبسكرايب والمتابعة. ليكي يا احلى تيتا زوزو. جدا جدا. الحاجة امي حبيبتي ربنا يديها لي، يا رب يديها العمر، خليها ليا يا رب. يعني امبارح ولا النهارده؟ لا النهارده، متبلاها النهارده وعاملاها النهارده. عشان الخيار بتاعها لما يكون بقالها يومين من الحياه. بالله عليكم دعونا ربنا يشفيه. الله ربنا يخليكي لنا يا حاج. يخليك يا حبيبتي، الكوسه طعمها حلو قوي. بالهنا والشفا يا حاج. حبيبتي يا بوسي، حبيبة قلبي. طب تسلم وانت ايدك بقى يا تيتا. تصوري نفسك؟ ما صورتني بوسي، انت بتاكلي. صورتني بوسي وانا باكل. تصوري نفسك مش بتاكلي. الساعه بتاعته الجميله دي. اقطع لك مثلثات. الاستاذ احمد مش صابر. هقطعها بعد ما كلنا ولمينا هقطع الكيكه واعمل لي كوبايه شاي بلبن كده يا تيت. اقطع لك مدورات. ماشي. لا مثلثات، مدورات. مدرعات. قطع لي يا بابا. راح بابا قال له تعالى يا احمد انا هقطع لك. تيتا بصي خفف شوية. هتقعد بقى والنبي والنبي. طب استنى تبوظ.
بس استنى يا اللي خريمها كده. أي خدمة. روح اقعد على هات الكرسي بقى البابا. كلمي بقى يا دي تكلمها. هات البابا. اقعد على الكرسي واخلع يا حمود. يلا يا بص اقعدي قطعي معايا. اوعى يا حبيبي. ما تقطعش انت بقى، هتقطع طلع. بايدك. اوعى اصبر بس. انا هطلع واحده وانت تطلع واحده. استنى هي تطلع لك واحده الاول عشان طلع. تعرف تطلع، عشان ما تتهريش. مش من هنا، بصي من ورا. ما تكحتوش الصينيه بالله عليكم. نائر ونقيم هما كده؟ الاثنين. ايوه كده. طلعي بايدك. فض الاشتباك يا رامي، فض الاشتباك. طلع صباح لهم الفل. هما الكيكه. هطلع انت واو واحدة. استني يا بوسي. واو طرية طرية. بصوا الكيكه وجمالها. هات يا اختي. بصوا عاليه ازاي. عشاي بقى بصوا. الله على طراوتها وطعمها تحفه. الله يخرب بيت الجمال والحلاوه. مش من هنا بقى، مش من هنا، انت من الجنب. اقعدي كده. كل اهو. كده كده من هنا اهو. بص كده عشان بس ايه. اقعدي يا بنت كل. اهو. خش بقى. خش. حط صبعك. صبعك عليها. ايدك هنا كده كده اهو. اه كده دوس هنا شيل. طبعا انا بعمل ازعق للاستاذ احمد هتبوظ الصينيه يا استاذ احمد. وهو مصر هو اللي يطلع الكيك. على فكرة انا اتقرصت منها. يلا حط. ليه؟ اوعى يا حبيبي والله. كل واحد انا هطلع حتتي بمزاج. الحته اللي انا عايزها اطلعها. قالوا تعالى يا استاذ ادم طلع حته لنفسك. بص وريهم يا دود، وريهم العليم وعاليه وجميله ازاي. بصوا عاليه ازاي. ايوه كده عشان اسرع. بس يا احمد. انت بارد. مش باين. مش انت عملت مره؟ حاجه ما تشتموش لو سمحت. رامي قاعد مش طايقهم، عمال انتوا في ايه. بصوا جمال المحشي بتاعي. أكلة وأحلى أكل بيحلى مع اللمة. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير وسبسكرايب لتيتا زوزو. بصوا أنا بعمل تيست بقى للمحشي أول ما قعدت. خطير خطير خطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي بحبكم في الله. بصوا بقى ده